السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتكلم على البروجرامينج أو البرمجة. لو هنيجي نبص على تعريف البرمجة بيقول لي هي إنك تدي أوامر للكمبيوتر واضحة خطوة بخطوة علشان يعمل حاجة معينة. كويس جدا وتعريف واضح جدا، بس أنا مش فاهمه. يعني إيه أدي أوامر للكمبيوتر؟ في الطبيعي يا شباب عشان أدي أوامر لحد، أدي أوامر لطفل، أدي أوامر لأي حاجة، المفروض إن هي بتفهم لغتي، يعني أنا بتكلم وهي بتفهمني. تمام. يبقى خلاص الكمبيوتر بيتكلم نفس اللغة بتاعتي. مم. يا ريت الدنيا سهلة كده، هو الكمبيوتر مش بيتكلم نفس اللغة بتاعتك أمال؟ الكمبيوتر يا شباب بيتكلم حاجة اسمها اللو ليفل لانجوج أو الباينري لانجوج. يعني إيه برضو؟ الباينري لانجوج يا شباب هي عبارة عن أصفار ووحايد، يعني 0 1. يعني كل لغة بتاعته عبارة عن أصفار ووحايد، مفيش مشكلة. أتعلمها ماشي، اتعلمها. بس طبعا لما حاولنا نتعلمها لقيناها صعبة جدا، مش قادرة اتعلمها. في حل تاني؟ اكيد في حل تاني. طب ايه الحل لو انت بتتكلم عربي وزميلك بيتكلم فرنساوي وانت لقيت صعوبة جدا في تعلم الفرنساوي؟ هتعمل ايه؟ هجيب وسيط. يعني ايه الوسيط ده؟ هجيب مترجم. بالظبط، هجيب مترجم. المترجم ده يا حبايبي وظيفته ايه؟ وظيفته يقول للشخص الفرنساوي انا عاوز منه ايه عشان يقدر يفهمني وينفذ طلبي. صح كده؟ صح قوي. انا عاوز نفس الوسيط بيني وبين الكمبيوتر. الوسيط بيني وبين الكمبيوتر عشان يبقى فيه communications ما بينه، يبقى فيه وسيلة تواصل ما بينه اللي هي لغة البرمجة، اللانجوج بروجرامينج. كويس جدا. طب هل انا عندي لغة واحدة بروجرامينج بس؟ لا. يعني زي ما انا عندي لغات كتيرة في العالم، سواء عربية فرنسوية انجليزية الى اخره، برضو في لغات برضو في البرمجة كتيرة. طب هل كلهم شبه بعض؟ اكيد لا. كل واحدة ليها قواعدها وكل واحدة ليها مميزاتها وعيوبها. طب هل كلهم سهلين؟ برضو لا. الصعب عندك سهل على الكمبيوتر والسهل عندك صعب على الكمبيوتر. يعني واحنا بنطور لغة البرمجة من الصعب للأسهل، كنا بنطوره من الصعب للأسهل لك انت كمبرمج. لكن الكمبيوتر برضو بياخد وقت كبير عشان يترجم اللغة السهلة بالنسبة لك. تمام كده؟ تمام. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة يا حبيبي هنتعلم اكتر عن البروجرامينج. تابعونا وشكرا والسلام عليكم، مع السلامة.